السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ بالفيديو الماضي حكينا عن حمص وعلاقته بالنكتة، فخطرت ببالي شخصية جحا وفكرت، هل يا ترى جحا شخصية حقيقية ولا خيالية؟ وشو أصل الشخصية ومين صاحبها الأساسي؟ خصوصا أنها منتشرة بأكثر من دولة وأكثر من ثقافة. لهيك خلونا نتعرف سوا على جحا. طبعا أقدم قصص جحا بتعود للقرن الأول هجري، وأول شخص كان يطلق عليه جحا هو دجين الفزاري أبو الغصن. ولد بالعقد السادس من القرن الأول هجري، وعاش بالكوفة، ويقال أنه من التابعين وعاصر بعض الصحابة، وكانت أمه خادمة لأنس بن مالك. وكان من صفاته أنه سموح وقلبه طيب وظريف، وكمان فطن وذكي، وكل ما روي عنه من غباء وحماقة كذب. وطبعا جحا ما هو إلا لقب، وتحول بعدين لشخصية محبوبة عند الناس، وهي شخصية رجل فقير طبيعي، لكن كان يتصرف بذكاء كوميدي ساخر. فانتشرت قصصه ومواقفه، وبعدين صار كل واحد يألف قصة من خياله وينسبها لجحا. وفي شعوب أخرى غير العربية صممت جحا خاص فيها لكن بأسماء مختلفة. مثلا بتركيا اسمه نصر الدين خوجة الرومي، يلي عاش بولاية قونيا وعاصر الحكم المغولي لبلاد الأناضول. وفي إيران ملا نصر الدين. وفي إيطاليا ومالطا جوخا. وإذا رجعنا شوي بالتاريخ بنشوف إنه هاي الشخصيات ولدت وانشهرت بالقرون المتأخرة. يعني كل هاي الشخصيات مكونة بناء على شخصية أبو الغصن العربية، ويلي هي أول شخصية عرفت لجحا. وفي كتاب اسمه نوادر جحا، طبعا المقصود بهالكتاب هو جحا العربي. لكن الغريب إنه نفس القصص موجودة بنوادر الأمم الأخرى، وما بيختلف فيها غير أسماء المدن والملوك وتواريخ الأحداث. وهالشي بيثبت إنه أصل الشخصية عربي. أعزائي، لهم نكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. إذا أعجبتكم القصة احكوا لي قصص عن جحا بالتعليقات. وشكرا لكم على المتابعة، ودمتم في رعاية الله.